السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. النهارده اول حلقه في بودكاست هجمه وجو، زي ما قلنا لكم او عرفناكم والبوستات اللي انتوا شفتوها على البيجات عندنا ان احنا هننزل كل خميس الساعه 8 بحلقه جديده. وطبعا المختلف عننا السيزون دوت ان احنا هننزل حلقات في كل الالعاب الرياضيه مش بس في الكوره. وبدليل على كلامنا ان احنا معانا واحد من نجوم الهاندبول النهارده، كابتن احمد سعيد اللي صال وجال في الملاعب المصريه والملاعب الاوروبيه، نجم النادي الاولمبي ونجم اورفو الروسي، ويعني كان حارس مرمى قوي جدا ولسه برضو المسيره مكتمله. رحبوا معانا بكابتن احمد سعيد. مساء الفل. كله تمام. كابتن احمد، خلينا نتكلم عن بدايتك في النادي الاولمبي ثم مسيره احترافيه طالت الاسماعيلي. طبعا مش هننسى يعني لعبك لنادي الاسماعيلي. خلينا نبدا المرحله جت ازاي؟ انا لعبت في الاكاديميه الاول 3 شهور بتاعت النادي الاولمبي. انا ابن النادي اصلا من وانا صغير جدا في النادي. لعبت العاب تانية قبل الهاندبول. بعد كده دخلت الفريق، بدات كلاعب في الاول. بعد كده كابتن علوة اللي دخلني الفرقه، قلت له يا كابتن بعد اذنك انا عايز اقف جول. قال لي اقف. فضلت بقى ماشي كده لحد سن الشباب، كنت صفر طبعا، لحد ما ربنا كرم واجتهدت على نفسي واتمرنت. وجاء كابتن سامح جمعه، كان معانا كابتن شريف المرسي رئيس جهاز ومدير الفني الفريق الاول، وكابتن وليد المرسي مدير اللعبه في النادي. كابتن شريف طبعا حاجه قدوه ليا جدا، هو قدوتي في الحياه بصراحه وفي المجال. وقف جنبي كتير، نصحني كتير، استفدت منه كتير في كل حاجه يعني. حتى كابتن سامح جمعه برضه جه في اول سيزون مرتبط بين الدور الاول والدور الثاني، كان في كاس مصر، لعبت الشمس على الثالث والرابع. نزلت بينالتيين بس كده وصديتهم الحمد لله. بعد كده لعبت الدور الثاني كله. كابتن سامح كان شايفني ان انا بجتهد جدا في التمرين وبتمرن وما بغيبش تمرينه وما بتدلعش والكلام ده، طبعا مفيش مدرب عايز يخسر. بس بعد كده بقى اخر سنه مرتبط كان كابتن شريف مشى. كنت بلعب مع الاولمبي برضو زي ما انا، بس فتره الاعداد كنت عايز امشي. حصل دروب ثالث سنه ليا في المرتبط سن الشباب. فكنت عايز اخد فرصتي لان دي اخر سنه ليا تعتبر رقم 4 عشان العب فيرست تيم. تمام. بعد كده نزلت فتره الاعداد مع ديلفي. كابتن عمرو قاسم بعت فاكس اعاره، وكان جاي لي فاكس من تريبشال كوسوفي، بس برضو حصل رفض يعني. ورجعت الاولمبي تاني بقى، كملت معاهم اسبوعين قبل الدوري. ما لعبتش ماتش الجزيره، كنت بره السكور، كان كابتن رامي لسه ما شافنيش يعني وما عرفنيش. بس بعد كده الحمد لله ماتش الزمالك 60 دقيقه في الملعب الحمد لله. وكابتن احمد بلال كان بيساعدني فيرست تيم طول الوقت. حتى في المجمعه كانت في طنطا، اللي هي بعد لما خلصنا السيزون بتاع المرتبط لعبت مجمعه في طنطا مع الفيرست تيم. بس بعد كده بعد لما خلصنا السيزون خالص اختفيت شويه كده عشان كنت بجهز لسفر روسيا يعني. فجيت بقى هنا نيجي لمرحله روسيا بتمثل لك، انت استفدت من الفتره دي او المرحله دي كتير؟ اكيد طبعا، دي احسن فتره في حياتي يعني. اكيد طبعا حلم كل لاعب هنا في مصر ان هو يسافر يحترف بره، فاهمني. فكانت يعني خبره كويسه جدا، استفدت كتير جدا. برضو لو اللاعب لما بيعيش لوحده بتفرق كتير في شخصيه اللاعب. فرقت معايا كتير في حاجات كتير يعني. عايز اسالك سؤال مباشر، اهلي ولا زمالك؟ اولمبي. اكيد في اي حد في يعني تسال اي حد في مصر اهلي او زمالك لازم يكون في اهلي يا زمالك. طب ليه رفضت عرض الزمالك؟ لا انا ما رفضتش. بص هو انا عندي معلومه ان انت جالك الزمالك ورفضت. لا خالص. هل العائد المادي كان ليه سبب رئيسي يعني ان انت ترفض؟ خالص انا ما رفضتش. انا اول سيزون مرتبط يعني انت كنت مرحب جدا طبعا. يعني معنى كده انت زملكاوي؟ لا. نادي الزمالك نادي كبير جدا في الهاندبول يعني، من احسن الانديه في افريقيا. هو النادي الاهلي طبعا انديه قويه جدا طبعا. حلم اي لاعب في مصر بيلعب في اي انديه في النص الجدول ان هو يلعب في التوب 2 يعني، الاهلي والزمالك. فاهم قصدي ازاي؟ في اول سيزون مرتبط كان في جون في الزمالك، كان في تواصل بيني وبين كابتن محمد صبحي مدرب حراس نادي الزمالك طول الوقت يعني. ده اخويا الكبير ونصحني كتير جدا، وراجل محترم جدا 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 فوق مما اي حد يتخيل. وكان شرف ليا ان انا اعرف شخصيه شبه دي يعني، بعيد عن المجال خالص كمان. كان في تواصل، في جون تالت هناك مشى، فاللي هو خلص نفسك وتعالى. انا كنت ساعتها في ثانويه عامه، فكنت ساعتها الوقت ده قعدت مع كابتن سامح جمعه واتكلمت معاه في حاجه زي دي.
قال لي بس هنا اولادك، هنا ناديك، هنا دنيتك، هنا اهلك، انت لسه ثانويه عامه والكلام ده، وانا بديك فرصه والكلام ده فاهمني. فاكيد طبعا انا مش هخسر الراجل اللي هو عملني. كابتن سامح جمعه وكابتن شريف المرسي هم اللي عملوني جون كويس، من نصايحهم، من طريقتهم في التمرين. دول مدربينك في الاولمبي، مدربين محترفين جدا كمان فاهمني. فطبيعي مش هكسر كلمه. حتى طلع ترند في النادي فتره، كان كابتن شريف مرسي في الرايحه والجايه كابتن زمالك كابتن زمالك، ويقعد يضحك ويهزر معايا كتير يعني. بعد لما انا نزلت من روسيا انا اللي تواصلت مع الزمالك. كلمت كابتن منير يسري وهو تواصل مع كابتن حسن وكده، بس ما حصلش نصيب يعني. جاب لي حاجه في الممتاز تحت في المنيا. طبعا انا رحت قعدت بصراحه اسبوع. جو الصعيد مش صعب اي لاعب يلعب فيه بصراحه، كحر، كعيشه، كستايل هاندبول. كل حاجه ليها طريقه لعبها. محترم الانديه الصعيد كلها انديه قويه جدا على فكره، بس انا مش ما قدرتش اتاقلم هناك. فاهم قصدي ازاي؟ انا قعدت هناك 7 ايام بالظبط. اليوم السابع الساعه 4 الفجر كابتن محمد سلمان رئيس جهاز الاسماعيلي تواصل معايا. الساعه 7 الصبح كنت راكب ورايح الاسماعيليه والله. رحت مضيت على بياض الاسماعيلي، نادي جماهيري، نادي كبير. انا من النوع اللي بحب العب في الانديه الجماهيريه. انا حماسي جدا، فالجمهور بيفرق طبعا. الجمهور بيفرق جدا كمان كلاعب. انت كلاعب بتلعب ليه؟ تتفاعل مع الجمهور، احساسك صوت الكوره يسقفوا لك. ممكن تكون انت مش في الفورمه في الماتش ده، بس الجمهور بيفرق طبعا، بيفرق معاك. الجمهور والحماس بيغطي على اي غلط ممكن اي لاعب يعمله. اكبر جمهور او جمهور انت يعني حسيت ان الجمهور ده مرعب ان انت في مصر يعني؟ الزمالك. جمهور الزمالك بيشكل ضغط على الفريق المنافس بشكل كبير. مرعب في الصالات جم مرة عندنا في الأولمبي مع مواليد 2000، حاجة مزهقة يعني، حاجة مبهرة جدا. جمهور الزمالك طبعا. طب خلينا نبدأ كده برضو يعني أدخل في حياتك الشخصية. وعلى فكرة جمهور الأولمبي أولياء أمور وشباب النادي والعمال والدنيا دي، بس تعالى خش صالة الأولمبي ما بتطلعش كويس. اللي هناك اللعيبة الصغيرة بأولياء أمورهم بالدنيا أحسن من 100 جمهور. الأولمبي يعني صعب الواحد يروح يكسب في أرض الأولمبي بصراحة. خلينا نتكلم كده عن حياتك الشخصية شوية. هل العواطف أو الحتة اللي هي يعني مش عايز أقول لك يعني أنت كرياضي، هل مثلا عندك صاحبتك أو حد صاحبك أو كده بيأثر على حياتك أنت كرياضي، ولا الموضوع بتشوفه أنت اللي ممكن يكون ده الداعم بتاعك أو كده؟ بص، هو طبعا لو ما فصلتش بين الملعب وحياتك الشخصية هتبقى في دروب جامد جدا يعني فاهمني. لازم كل حاجة تديها حقها. مثلا انت لو شغال شغلك ليه حقه، تفصل بين الملعب وحياتك الشخصية. الملعب هكذا، حياتك الشخصية هكذا. تفصل بين اي حاجة خالص فاهمني، بين شغل، بين لعب، بين الكلام ده كله تمام. الموضوع يعني يعني مش وحش ومش كويس برضو للعيبه اللي هي صبح ظهر بالليل تمرين فاهمني. هو اكيد طبعا كل بني ادم في الدنيا في اي حاجه في حياته محتاج السبورت، يعني حد يدعمه كويس. هتفرق جدا طبعا يعني، هتفرق كتير. هي مش وحشه، بس اكيد ممكن اكيد تأثر. اكيد هتأثر يعني. انت عارف طبعا البنات اليومين دول طول الوقت فاهم انت ازاي، فين منين مش عارف ايه الكلام ده. فاكيد طبعا تحط ضغط كمان على ضغط التمرين، على ضغط شغل. بس في فيلم الجزيرة استاذ خالد الصاوي قال مقولة شهيرة انا مقتنع بيها جدا، بس مش هينفع اقولها في حلقتنا يعني. بس انا يعني كل واحد عنده في حياته الداعم ليه بشكل مختلف، فدي حاجة كويسة جدا يعني، ربنا يخليه لك. انا اهلي كانوا والدتي كانت عايزاني ابطل هاندبول عشان ما كنتش بلعب، وانا اللي اصريت ان انا اكمل في المجال ده. انا اللي اصريت، بس برضو لما هي لقيتني بتعب وبشتغل على نفسي وقفت جنبي، وكانت سبب من اسباب ان انا اسافر احترف في روسيا. السبب الاول بابا وماما ان اسافر احترف في روسيا بصراحه. اكيد طبعا اكيد، انا من غيرهم مش هبقى موجود في الدنيا اصلا فاهمني. لقيتنا بنشكرهم طبعا،
وفي نهايه حلقتنا يعني، او في نهايه الجزء الاول في البارت 1 اللي احنا هنعمل تاني جزء تاني في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هينزل. فاحنا يعني في نهايه الجزء الاولاني حابب اشكرك جدا ان انت لبيت الدعوه ووافقت اول ما كلمتك ان احنا نصور حاجه مع بعض. ويعني ولسه هنوضح في الجزء اللي جاي عن حياتك والمعاناه اللي انت عانيتها عشان تسافر وتلعب وهنتكلم عن الاهلي والزمالك في بطوله كاس العالم للانديه والبطوله الاخيره اللي الزمالك اعتذر عنها، وحاجات كتير هنتكلم عليها. انا بشكرك جدا في الجزء الاولاني بتاعنا، وان شاء الله مكملين الجزء الثاني. واستنونا في الحلقه الاولى في بودكاست هجمه وجول يوم الخميس الساعه 8، وفي جزء تاني مع الكابتن احمد سعيد نجم نادي الاولمبي ونجم نادي اورفو الروسي. شكرا.